اسمع جيداً. ستتفاجأ حين تعلم أن المرأة لا تشعر بك حقاً حين تكون بجانبها. هي تشعر بك حين تختفي. حين يصبح الصمت فجأة أعلى من كل كلماتك مجتمعة. حين تتوقف عن الرد. وفي تلك اللحظة من الغياب يولد شيء داخلها لا تستطيع السيطرة عليه، لا تستطيع تفسيره، ولا تستطيع إيقافه. أن تصمت فحسب، وهي لأول مرة تبدأ بسماع نفسها. تسمع أن سيطرتها المعتادة عليك لم تعد تعمل. أن الأدوات التي كانت تنجح دائما توقفت فجأة عن إعطاء النتائج. وهذا يخيفها أكثر من أي شيء كانت قادرا على قوله بصوت عال. المرأة يمكنها أن تتعود على كل شيء. على كلماتك، على هديئك، على محاولاتك المستمرة لإثبات أنك تستحق اهتمامها، على إمكانية التنبؤ بتصرفاتك في كل موقف. لكنها لا تتعود أبداً، اسمع جيداً، لا تتعود أبداً على الانبالاتك الصادقة الحقيقية. إنها تسحب الأرض من تحت قدميها. تجعلها تشك في قيمتها الذاتية، في شيء كان يبدو راسخاً لا يتزعزع. أنت لا ترفع صوتك ولا تثبت شيئاً ولا تؤذيها ولا تقيم مشاهد درامية. أنت فقط تنسحب بهدوء، بدون تفسيرات، بدون كلمات وداع. وفي تلك اللحظة تفقد هي الأهم. اليقين بأنك تحت تأثيرها، أنك لن تذهب إلى أي مكان، أنك ستعود دائما عند أول إشارة منها. أنك تصمت وبذلك تؤثر أكثر من 1000 كلمة. أنك تختفي وهذا بالضبط ما يجعلها تفكر فيك على مدار الساعة. صمتك في علم نفس المرأة يصبح تحديا لا يمكن تجاهله. طالما كانت بجانبها كانت تعرف أنها تستطيع أن تناديك فتأتي. الآن هذا اليقين غائب. الآن أصبحت الشخص الذي لا يعتمد عليها، الشخص القادر على المغادرة. وهذا يخيفها على مستوى الغرائز، أعمق من العقل، أعمق من الكبرياء. هي لا تعرف ماذا تفعل بهذا الإحساس. هذا ليس ألماً بعد. ليس الآن. هذا ارتباك وعدم فهم. تصدع في المنظومة التي كانت تبنيها. أول شعور يولد فيها حين تتوقف عن كونك متوقعاً. هي تجلس مع هاتفها، تتصفح، تحاول أن تظهر أن كل شيء على ما يرام. لكن في الأعماق بدأت تقوم عاصفة. عالمها المعتاد كان يرتكز على اهتمامك، على ردود أفعالك، على رسائلك، على نظراتك التي كانت تمنحها شعور القيمة والسيطرة. والآن أنت تصمت وبهذا الصمت تهدم كل المنظومة التي اعتادت فيها أن تشعر بأنها الأقوى. هي تنتظر ساعة، ساعتين، يوماً كاملاً. تكتب رسالة وتمسحها دون إرسال. تتظاهر بأنها لا تبالي، لكن في الداخل ظهر القلق الأول. المرأة التي يتجاهلها شخص ما لا تفقده، هي تفقد السيطرة. والسيطرة بالنسبة للنفس الأنثوية هي الأكسجين. بدونها تبدأ بالاختناق. ربما أنك قررت فقط أن تأخذ استراحة، أن تستعيد توازنك، أن ترتاح من الضغط العاطفي. لكن في عالمها الداخلي يتحول صمتك إلى رعد يدوي في كل ساعة انتظار، في كل ليلة بدون رد. وهذا مجرد البداية. الارتباك هو الشق الأول في درعها. ما تشعر به حين تدرك للمرة الأولى بجدية حقيقية أنك تستطيع أن تكون بدونها. وهي حتى الآن لا تستطيع. وحين يصبح الارتباك لا يحتمل يتحول حتما إلى غضب. ذلك الغضب الهادئ اللزج المحرق من الداخل، الذي لا تظهره المرأة دائما بصوت عال، لكنها تحمله في داخلها كجمر. النفس الأنثوية لا تستطيع أن تبقى طويلا في حالة من الغموض. هي تحتاج إلى حركة، إلى رد فعل، إلى تأكيد. وإذا لم تظهر ولم تجب ولم تبرر، ستبدأ هي بالبحث عن سبب لإلقاء اللوم عليك. ليس لأنها تكرهك، بل لأن الاتهام يمنحها وهم السيطرة على الموقف.
يمكنها أن تخبر صديقتها أنك فقط تلعب لعبًا، أن تلقي جملة من نوع دعه يذهب، سأجد أفضل منه. لكن في الداخل هي تحترق. كل دقيقة من صمتك تتحول بالنسبة لها إلى دليل على أنك لم تعد تحت سلطتها. وهذا أكثر إيلاما من الغيرة. لأن الغيرة تعطي على الأقل نوعا من الارتباط والإحساس بالانتماء، أما التجاهل في العلاقات فلا يبقى سوى الفراغ البارد والمدوي والذي لا يحتمل. هي ستحاول أن تستفزك بقصص الحالة، بتلميحات، بعبارات يخفى فيها تحدي واضح. لكنك لا يجب أن تتفاعل، لأن كل ما تفعله الآن ليس بسبب المشاعر، بل بسبب الصراع على السيطرة. المرأة في هذه اللحظة لا تحارب من أجل الحب. هي تحارب من أجل اهتمامك، من أجل ذلك الضوء الذي كانت توجهه نحوها والذي أخذته الآن. إذا صمدت ولم تجب ولم تنهار ولم تعد قبل الأوان، سيبدأ في داخلها تغيير أعمق. غضبها سيتعب وينضب، وتحت هذا الغضب سيبدأ بالظهور شيء مختلف تماما. الشك في النفس، في القيمة، في الجاذبية. وهذه أرض مختلفة كليا، حيث تبدأ إعادة التقييم الداخلية الحقيقية. هي تنظر في المرآة أطول من المعتاد. تحاول أن تفهم أين بالضبط فقدت اهتمامك. تغير تسريحة شعرها، تضع أحمر الشفاه بلون أكثر لفتًا للنظر، تنشر صورًا يفترض أن تظهر للعالم، ولك أن كل شيء رائع، أنها تتألق، أن الحياة تسير كالمعتاد. لكن خلف هذه الواجهة فراغ. لأن كل هذه التحركات ليست موجهة للخارج، هي موجهة نحوك، نحو اهتمامك، نحو المكان الذي كان فيه حضورك. الغضب في علم النفس الأنثوي ليس كراهية، إنه خوف. خوف من أنها لم تعد تؤثر، لم تعد تتحكم، لم تعد تثير مشاعر في الشخص الذي أرادت إثارتها فيه. وبالنسبة للمرأة هذا يشبه الموت بالنسبة لتقدير الذات. يمكنها أن تقول للمحيطين بها أنها لا تبالي. لكن لو كانت لا تبالي حقا لما تذكرت اسمك بشكل لا إرادي، ولما تابعته في الخفاء، ولما سألت الأصدقاء المشتركين: هل رأيتموه بالصدفة؟ هي غاضبة لأنها في الداخل لا تزال تحتاجك. والاحتياج دون الحصول أمر مهين، خاصة لامرأة اعتادت على ترتيب مختلف تماما. لقد أصبحت بالنسبة لها مرآة تعكس فيها تبعيتها الخاصة. وكلما طال صمتك كلما رأت في تلك المرآة بوضوح أكبر ليس إياك، بل نفسها. كبرياءها، غرورها، هشاشتها التي كانت تخفيها بعناية شديدة. وهنا تحت كل هذا الغضب يولد ما تكرهه المرأة أكثر شيء في العالم: الشك في قيمتها الذاتية. هي لا تزال تحاول الحفاظ على المظاهر، تتصرف ببرود وانفصال، وكأنها لا تبالي حقا. لكن في الداخل يحدث شيء مختلف تماما. حيث كانت الثقة قبلا ظهر الآن تصدع، ومن خلاله يتسرب ببطء الشك الذي يطرح أسئلة بلا إجابات: ربما فعلت شيئا خاطئا. ربما وجد أحدا أفضل مني. ربما لم أعد مثيرة للاهتمام كما كنت أظن. هذه الأفكار لم تنطق بها بصوت عال، لكنها تبدأ بالعيش فيها بهدوء ومثابرة، لا تمنحها راحة. المرأة التي اعتادت على اليقين في سلطتها تبدأ فجأة بالشك فيما كان يبدو راسخا حتى وقت قريب، فيجاذبيتها الذاتية. الليل دائما يكشف القناع، وحين تبقى وحدها يعود كل شيء. نفس السؤال، نفس الشعور، نفس الضيق في الصدر. لماذا لم يكتب؟ لا تستطيع أن تتخيل كم من الطاقة تنفق المرأة في إخفاء مدى تفكيرها فيك، كم تحرص على إخفاء ضعفها. بينما في الداخل كل شيء ينهار قطعة قطعة. صمتك في علم نفس العلاقات يصبح مرآة لعدم يقينها الداخلي. تجعلها ترى ما كانت تخفيه طويلا. كل ثقتها السابقة لم تكن مبنية على الاكتفاء الذاتي، بل على اهتمامك. على كونك كانت دائما موجودا، دائما تستجيب،
وجودك كان مضمونا. الآن هذا الضمان غائب، والأساس تبدأ بمقارنة نفسها بالآخرين. كل ما لم يكن يهم من قبل يصبح فجأة مهما. تفاصيل صغيرة، أشياء كانت تلاحظها فيها تبحث عن نفسها، لكن من خلال غيابك. وهذه أشد الحالات إيلاما للمرأة، حين تبدأ بفقدان ليس رجلا، بل شعور قيمتها الذاتية. أنت فقط تصمت وهي تعيد كتابة كل قصتها. وكل هذا من أجل سؤال واحد لا يتركها تنام: لماذا استطاع الرحيل وأنا لم أستطع؟ والآن يستيقظ فيها القلق. ذلك القلق الذي يرتفع ببطء من الداخل كالبرد يصعد من الأرض في ليلة مظلمة. لا تستطيع إيقاف هذا التدفق من الأفكار. إنه يدوي في رأسها، يمنعها من النوم، يجعلها تتحقق من هاتفها كل 5 دقائق، تتصفح المحادثات القديمة بحثاً عن أي إشارة، تتابع نشاطك على الإنترنت. هل كنت متصلاً؟ ماذا أعجبك؟ ماذا شاهدت؟ هي تقول لصديقاتها أن كل شيء على ما يرام، أنك لست ضرورياً لها، أنها مجرد متعبة من الدراما العاطفية. لكن كل صباح تبدأ بالتحقق إن كنت متصلاً. وكل مساء تعيد تشغيل آخر محادثة بينكما في ذهنها، تبحث فيها عما لم تلاحظه من قبل. القلق يتحول إلى طقس يومي أنت فيه غير مرئي، لكنك المركز المطلق لعالمها الداخلي. المرأة تكره هذا الشعور حين يقول العقل شيئا ويشعر الجسد بشيء آخر تماما. هي تريد أن تبدو مستقلة، تريد أن تتكبر، لكن اليدين تمتدان نحو الهاتف تلقائيا. وفي الداخل كل شيء يتوقف على رسالة واحدة منك، رسالة غائبة. أنت أصبحت خلفيتها الداخلية التي تسقط عليها كل شيء، مخاوفها، شكوكها، رغباتها، ذكرياتها. قد تنشئ حسابا مزيفا لتعرف كيف تسير حياتك. قد تظهر صدفة في أماكن تتواجد فيها وتتظاهر أنهما التقيا عرضا. لكن لا شيء صادفا في هذا. إنها محاولة لا واعية لاستعادة ولو وهم القدرة على التأثير في الموقف. المرأة التي تفقد اهتمام رجل تبحث غريزيا عن طريقة لاستعادة ولو وهم السيطرة. أنت بالنسبة لها الآن لست مجرد شخصا. أنت سؤال لا تستطيع إيجاد إجابة له. لماذا لا يكتب؟ لماذا لا يشتاق؟ لماذا استطاع الرحيل وكأنه لم يكن بيننا شيء؟ هذه الأسئلة تأكلها من الداخل، وكلما قلت الإجابات زاد الجذب نحوك. نعم، هكذا بالضبط يعمل علم نفس الجذب في الوعي الأنثوي. القلق يتحول إلى انجذاب لأن دماغ المرأة يخلط بين الجوع العاطفي والحب. كلما كانت أقل وصولا كلما شعرت بأنها تحتاجك أكثر. هي لا تفهم أن ما يجذبها ليس إليك بالضرورة، بل إلى قلقها الذاتي، إلى تلك الجزء منها الذي لا يعرف كيف يوجد في الفراغ. وصمتك هو الفراغ الذي تقع فيه أعمق وأعمق. والآن هي مستعدة لكثير من الأشياء لملء هذا الفراغ، حتى بالصراع، حتى بالأذى، حتى بالدراما الاصطناعية. أنت أصبحت بالنسبة لها شيئا يشبه الإدمان. ليس بسبب ما كانت تفعله بل بسبب ما توقفت عن فعله. ليس بسبب حضورك بل بسبب غيابك. والآن هي تبحث عنك ليس من أجل الحب بمفهومه المعتاد، بل من أجل الارتياح، من أجل أن تشعر مجددا باهتمامك وتهدئ العاصفة الداخلية. أنت أصبحت سؤالها الداخلي بلا إجابة. والشيء الوحيد الذي يمكن أن يقوي هذا الجذب أكثر هو الاستمرار في صمتك. تدريجيا يجهد القلق نفسه. لا يمكن الإمساك به إلى الأبد. إنه ينهك ويحرق من الداخل. وحين ينفد تبقى في الداخل لحظة هدوء مختلفة. ليس ذلك الفراغ الذي كان بينكما، بل لحظة هدوء داخلية قبل إدراك شيء مهم. النفس الأنثوية لا تستطيع العيش في توتر دائم. هي تبحث عن مخرج،
وفي مكان الألم يبدأ فجأة بالنمو شيء غير متوقع. اهتمام حقيقي، صادق، غير إرادي. الآن هي تنظر إليك بطريقة مختلفة. أنت لم تعد ذلك الشخص الذي كانت تعرفه وتعتبره متوقعاً. أصبحت شيئاً غير قابل للتنبؤ، وهذا بالضبط ما أثار اهتمامها بشكل حقيقي. أنت لا تطاردها ولا تبرر ولا تثبت قيمتك. أنت فقط موجود في مكان ما، بعيداً عن منطقة سيطرتها. أصبحت مجهولاً. والمجهول بالنسبة للمرأة في علم نفس الجذب كان دائماً ولا يزال قوة جاذبة. هي تبدأ بتذكر كل ما كان بينكما، لكن الآن بضوء مختلف تماماً. قبلاً كانت ترى طيبتك كضعف، واهتمامك كتوقعية، وحضورك الدائم كشيء مسلم به. الآن وأنت تصمت، كل كلمة قلتها في الماضي تصبح أكثر قيمة. كل لحظة مشتركة تصبح ندرة لم تقدرها. هي تراجع ماضيكم المشترك، وتبحث فيه عن إشارات لم تلاحظها من قبل. وهذه اللحظة بالذات هي حين يتجدد الجذب. لأن المرأة دائما تنجذب ليس لما هو مفهوم بل لما هو غامض. ليس لمن كان دائما بجانبها بل لمن لا تستطيع فهمه بالكامل. أصبحت الشخص الذي لا يمكن التنبؤ به، وبذلك أيقظت فيها غريزة الصيادة. الآن هي تريد أن تفهم ما يجري في رأسك. تبدأ بالشعور نحوك بجذب، ذلك الجذب العميق الذي لا يمكن تفسيره بالمنطق ولا إيقافه بقوة الإرادة. قد لا تكتب بشكل مباشر، لكنها ستترك آثاراً. ستعجب بصورة قديمة، ستشاهد قصة، ستذكرك بشكل عرضي في محادثة. هي تبدأ بالدوران مجدداً في مدارك. لكن الآن بشكل أكثر هدوءاً وحذراً. باحترام أكبر للمسافة بينكما. المرأة لا تعود فجأة، أبداً ليس فجأة. أولاً من خلال الاهتمام، ثم من خلال المشاعر، ثم من خلال الأفعال. لكن كل شيء يبدأ هنا بالضبط، في اللحظة التي تتوقف فيها عن الغضب وتبدأ بالرغبة في فهمك مجدداً. أنت لم تفعل لهذا شيئاً خاصاً. أنت فقط توقفت عن التسلل وراءها، توقفت عن أن تكون محتاجاً. وفي هذا كل القوة. لأن الطاقة الذكورية في علم نفس العلاقات ليست في الجري وراء المرأة، بل في البقاء ذاتك حتى حين تغادر. خاصة حين تغادر. والآن هي ترى ذلك. ترى هدوءك واكتفاءك الذاتي، وتشعر للمرة الأولى، ربما تفقد ليس صبياً سيتوسل منها للعودة، بل رجلاً حقيقياً. الآن يحدث في داخلها الأكثر غير متوقع. الاهتمام يبدأ بالتحول إلى احترام. ليس شرارة عاطفية ولا رغبة اندفاعية في العودة، بل شعور أكثر هدوءاً ونضجاً، ذلك الذي لا تستطيع تفسيره بالكلمات لكنها تشعر به في كل خلية. أصبحت بالنسبة لها رمزاً للهدوء والقوة الداخلية، رجل لا يحتاج موافقتها، يعيش ببساطة، يعيش حياته بدون مشاركتها. وهذا بالضبط ما يجعلك خطيراً بطريقة جذابة في علم نفس المرأة. هي ترى أنك لم تتأذى ولم تنتقم ولم تثبت ولم تبحث عن رد. أنت فقط تعيش حياتك. وهذا هو بالضبط الفرق بين الرجل والصبي. أنت لا تعتمد على تقييمها. لا تحاول أن تكون ضرورياً بأي ثمن، لا تطلب اهتمامها. أنت مكتف بنفسك، وبذلك تخرجها من عالمها المعتاد، حيث تفقد معظم الرجال رؤوسهم وهي تحتفظ بالسيطرة. لأنك حافظت على توازنك، حافظت على نفسك، بدأت تحترم صمتك. نعم، تحترمه. ذلك الصمت الذي كان يغضبها ويخيفها أصبح الآن يثير فيها اهتماماً وشيئاً يشبه الإعجاب. هي تشعر في هذا الصمت بقوة داخلية. هذه ليست لعبة ولا تلاعباً، بل نضج حقيقي. وللمرة الأولى منذ وقت طويل ترى فيك ليس مجرد رجل بل سنداً. شخصاً يعرف كيف يبقي المسافة مع الحفاظ على الكرامة،
شخصا يجب أن تنمو معه لا فقط أن تستخدم اهتمامه. هذا يخيفها، لكنه في الوقت ذاته يجذبها. لأن المرأة في أعماق نفسيتها تحترم ليس من يوافقها على كل شيء، بل من يستطيع البقاء وفيا لنفسه حتى لو كلفه ذلك العلاقة. أصبحت انعكاسا لما ينقصها، هي جوهر داخلي، هدوء، يقين لا يعتمد على موافقة الآخرين. وكلما طالت مراقبتها لك من بعد كلما أدركت أكثر أنت لا تلعب البرود. أنت فقط أصبحت مختلفا. خرجت من حدود لعبتها، من حدود سيطرتها. وهذا بالضبط لماذا تريدك أن تعود، لكن ليس لكي تتحكم، بل لتشعر مجددا بطاقتك. لأنك أصبحت ندرة، رجلا لا يمكن شراؤه بالاهتمام ولا إمساكه بالخوف. وهنا تشعر للمرة الأولى بحقيقة، الاحترام هو شكل من أشكال الجذب الذي لا يموت بعد أول فورة عاطفية. هذا شيء أعمق وأكثر استدامة وأكثر حقيقية. أصبحت بالنسبة لها العاصفة الهادئة، تلك التي لا تصرخ ولا تطلب ولا تدمر، فقط موجودة. وبذلك تجعل كل ما حولها يتغير. والآن يبدأ الأكثر إثارة. حيث كان الملاحظة فقط يولد الرغبة، هي لم تعد فقط تفكر فيك. الآن تريد استعادتك. ليس لأنها تشتاق للماضي، بل لأنها أدركت أنك أصبحت الشخص الذي لا يمكن السيطرة عليه. وهكذا بالضبط الرجال في علم نفس الجذب الأنثوي لا يفلتون نهائيا أبدا حتى بعد أن تتظاهر بأن كل شيء انتهى. هي ستفعل ذلك بحذر، كما لو كان بالصدفة. ستعجب بصورة قديمة، ستكتب رسالة قصيرة بدون مشاعر ظاهرة، كأنها تذكرت فقط. ربما تسأل بسخرية خفيفة: هل أنت بخير؟ لكنك ستشعر أن في هذه الكلمات شيئا مخبأ تماما، أنك لا تزال تشعر بي. أنا لا أزال مهمة لك. هي ستبحث عن طريقة للمس وجودك مجددا، ليس بيديها بل باهتمامها. ستبدأ بالتحدث مع الأصدقاء المشتركين، بذكر اسمك عرضا في الحديث، بالظهور في أماكن تتواجد فيها. لكن لا شيء صادفا في هذا. كبرياؤها ينكسر بهدوء، بدون ضجة، بدون إعلانات. المرأة لا تعود بالكلمات، هي تعود بالطاقة. هي ستختبر إن كنت ستستجيب. كل هدوءك والانبلاتك الظاهرة ستكون بالنسبة لها تحديا جديدا لا تستطيع تركه. يمكنها أن تغضب، يمكنها أن تتظاهر أنها لا تبالي، لكن إذا أمسكت بالتوقف فإن رغبتها ستصبح أقوى من خوفها، أقوى من كبريائها، أقوى من عادتها في التحكم. لأن لا مبالاة الرجل في علم نفس المرأة توقظ أكثر من أشد الاعترافات عاطفية. هي تحتاج إلى الإحساس بأنها تستطيع استعادتك. هل هذا ممكن؟ هل الباب مغلق إلى الأبد؟ الآن هي لم تعد تحاربك. هي تحارب كبريائها الخاص. لأنها تشعر لا شعوريا أنك لم تعد ذلك الشخص الذي يمكن استعادته بكلمات جميلة وابتسامات مناسبة. أنت لم تطاردها والآن هي تمشي وراءك. هكذا دائما يحدث في الحياة الحقيقية. المرأة تتجه نحو حيث تشعر بالقوة الداخلية. ليس العدوان ولا الضغط ولا محاولة التحكم. بل قوة الصمت، قوة اليقين، قوة الشخص الذي يستطيع الرحيل لكنه لا يحتاج الهروب. وهذا يخيفها في الوقت الذي يجذبها. لأن المرأة في عمق نفسيتها تحترم ليس من يخدمها بل من يبقى وفيا لنفسه حتى لو كلفه ذلك العلاقة. أنت أصبحت ما تفتقده، هي جوهر داخلي، سكينة، يقين لا يتوقف على موافقة أحد. والآن ترى هي أن كبرياءها تهزم أمام شيء أقوى منها. وفي هذه اللحظة تقف أمام حقيقة واحدة واضحة: هي خسرت أمام من قرر ببساطة أن يتوقف عن اللعب وفق قواعدها. الآن كل شيء يجد مكانه الصحيح. أنت لم تعد مشاركا في لعبتها. أنت نتيجتها.
أصبحت الشخص الذي تتذكره ليس لأنها تشتاق للماضي، بل لأن في صمتك واجهت لأول مرة فراغها الداخلي. أنت لم تختفي كعقاب. أنت فقط خرجت من حدود تأثيرها، بهدوء، بدون دراما، بدون تفسيرات. وفي هذا تكمن سلطتك الحقيقية في علم نفس العلاقات. أنت أصبحت رمز الغياب الذي يستحيل نسيانه. يمكنها أن تحاط بآرين، لكنها في كل منهم ستبحث عنك، عن هدوئك، عن ثباتك، عن غموضك، عن قدرتك على عدم الاحتياج. ستنظر في عيون غيرك وترى صمتك، لأنها فقط بجانبك واجهت نفسها بحقيقة كاملة. أنت لم تنتقم ولم تهن ولم تثبت حقك. أنت فقط توقفت عن كونك معتمدا عاطفيا. وهذا أشد ما تخافه النفس الأنثوية. لأن الرجل الذي لا يحتاج يصبح للمرأة كمرآة ترى فيها كل ما حاولت إخفاءه، مخاوفها، عدم يقينها، اعتمادها على اعتراف الآخرين. وكلما حاربت هذه الصورة كلما تغلغلت فيها أعمق. صمتك أصبح صداها الداخلي. غادرت لكنك بقيت في أفكارها. لأنك لم تطلب العودة ولم تتوسل ولم تفسر ولم تتمسك. أنت فقط تركتها تشعر بشيء. الرجل يستطيع أن يكون بدون المرأة وألا يفقد نفسه، ولا ينكسر، ولا يصبح أقل. الآن ترى كيف تنقلب الأمور. هي في فخ مشاعرها، وأنت في حرية صمتك. أنت لم تعد يتعلق تصرفك بردود فعلها. وهذا بالضبط لماذا تبدأ هي بالاعتماد على غيابك. هذا ما تشعر به حين تتجاهلها بالتسلسل الصحيح الذي يمليه علم نفس المرأة. أولاً الارتباك، ثم الغضب، ثم الشك في النفس، ثم القلق، ثم اهتمام حقيقي، ثم احترام، ثم الرغبة في الاستعادة. وخلف كل هذا يقف شيء واحد: هدوءك. إنه أقوى من أي كلمات. يدمر أي لعبة معتادة. يحول الرجل إلى قوة لا يمكن السيطرة عليها ولا نسيانها. أصبحت الصمت الذي يدوي أعلى من أي اعتراف. أصبحت الغياب الذي يترك أثرا أعمق من أي حضور ساطع. وفي هذا كل تناقض علم النفس الجذب. المرأة لا تتذكر من صرخ ولا من أثبت ولا من توسل. هي تتذكر من صمت أولا، من غادر بهدوء، من لم يلتفت وراءه. لذا تذكر هذا دائما. قوتك ليست في أن تكون ضروريا ولا في إثبات أنك تستحق اهتمامها باستمرار. القوة الداخلية الحقيقية للرجل في القدرة على المغادرة بهدوء، بدون عروض، بدون ضغينة، بدون يأس، بدون محاولة امتلاك الكلمة الأخيرة. لأنك حين تستطيع الرحيل هكذا تصبح الشخص الذي يستحيل نسيانه حقا من الذاكرة. لا تطارد ولا تثبت ولا تتوسل. كن فقط الشخص الذي لا يتمسك. الرجل المستقل عن اعتراف المرأة في علم نفس العلاقات يصبح للمرأة ذلك الذي يستحيل نسيانه. لأنه اختار ليس مزاجها بل كرامته. ليس موافقتها بل سكينته الداخلية. ليس اهتمامها بل حريته. وكلما ازددت هدوءا كلما تكلمت طاقتك أعلى. لأن المرأة دائما تشعر بالفرق بين من يطلب الحب ومن يشع به من داخله، من قوته، من سكينته، من اكتفائه الذاتي. إذا أرضت أن تكون الشخص الذي يستحيل تجاهله كن ذلك الذي يستطيع الوجود بدون ضجيج، بدون إثبات متواصل، بدون مناشدة للاهتمام. صمتك هو سلطتك. انفصالك هو حريتك. وكل مرة تختار فيها الصمت بدلا من التبرير، أنك تختار السلطة على نفسك. والرجل الذي يملك نفسه يملك كل شيء من حوله. اشترك في القناة إن أردت أن تفهم المرأة ليس من خلال الكلمات الجميلة بل من خلال القوة التي تقف خلف الصمت. هنا نتحدث عن علم نفس العلاقات، عن الاستراتيجية الرجولية، عن الانضباط الداخلي، عن كيف يتوقف الرجل عن كونه رد فعل لأحد ويصبح سببا. أضف إعجابك إن رأيت نفسك في هذه الكلمات.
وتذكير: أحياناً أفضل رد على المرأة هو صمتك فقط.